عليكم. هنعمل مع بعض وصفة النهاردة صدور فراخ بصوص مميز جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا هبتدي في المنكهات: توم باودر وبصل باودر وبابريكا وكمان اوريجانو وزعتر وفلفل اسود ورشة ملح بسيطة، ما تكتروش عشان هقول لكم ليه. عليهم معلقة كبيرة زيت. اقلب كل المكونات سهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة. عندي صدور الفراخ مغسوله ومنقوعه كويس بالملح والخل والدقيق، وعملت فيها فتحات كده بالسكينه بس مش للاخر عشان تفضل متماسكه معايا. هحطها في التتبيله واقلبها كويس، اخلي كل التتبيله تتغلغل عندي في كل جزء منها. هسيبها حوالي في التتبيله كده من ربع ساعه لنص ساعه، بعد كده نعمل الخطوه اللي بعدها. نكمل خطوة الصوص. عندي معلقة كبيرة مستردة وكمان معلقة عسل نحل وكمان معلقتين كبار صويا صوص، وهحط عليهم شوربة لحمة او شوربة فراخ. لو مش متاح ممكن مية من الحنفية سخنة عادي وتحطي فيهم مكعب مرقة ماجي. هنقلب كل دوت مع بعضه لحد ما المكونات كلها تدوب. هنا طاسة على النار فيها مكعب زبدة ومعلقتين زيت زيتون كبار وفيهم فصين مستكة، هسيبهم بس يقدحوا شوية على نار عالية. نبتدي ننزل بصدور الفراخ نديها صدمة من كل الجوانب. دي كده صدمة من كل الجوانب، هنشيلها من الطاسة. في نفس الطاسة هنزل ببصلة كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، عليها رشة فلفل اسود. هسيبهم بس كده يتبلوا. البصلة دبلت عندي شوية، هنزل بفصين توم مفرومين اقلبهم مع بعض كده لحد ما ريحتهم تطلع. انا عايزه اقول لكم الروايح بجد تحفه. هنزل بقى بالصوص والصويا والشوربه اللي احنا عملناهم مع بعض، اسيبهم بس ياخدوا غلوه الاول مع بعض كده. طبعا انا قلت لكم في تتبيله الفراخ الاول ان احنا ما نحطش ملح عشان المستردة والصويا صوص اوريدي بتبقى متملحه، وكمان عندي الشوربه كان فيها سنه ملح، فانا بالنسبه لي كده مظبطه الملح. انتوا بقى تظبطوا الملح حسب اختياركم. انا كده حطيت الفراخ عشان تكمل سواها، هتاخد معايا بالظبط حوالي 10 دقايق لان الصدور ما بتاخدش وقت، وكده تبقى جاهزه معايا على الاكل. اول ما تستوي نغرفها بقى في طبق التقديم واوريها لكم بشكلها النهائي. لا نهائي بعد ما غرفتها عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب المكان. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.